اهلا بيكم في قناتي الدهب في الارياف. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ونفعل الجرس، ونشوف النهارده احنا عملنا ايه في يوم جديد وفيديو جديد. يلا بينا. ده كان المنظر النهائي وكان الغدا بتاعنا. تعالوا ما اوريهولكم بقى واحده واحده عملنا ايه. احنا بنحب ناكل السمك وجنبه عيش، عيش ذره، عيش قمح، بس بنحب ناكله بالعيش. واحنا بنعمل برضو جنبيه رز صياديه، بس احنا اليوم ده احنا كنا عايزين ناكله بعيش. فقليت بتنجان، قلت اما اقلي بتنجان الاول وشويه شطه كده واظبط الدنيا علشان ما اعملش البتنجان على طول. هنا انا خلصت البتنجان، طالع عامل ازاي والولع عامله ازاي. بذمكم ايه رايكم في المنظر ده؟ المنظر لوحده يشبع بجد، ولا ندهول ولا حاجه. والسمك خلي بالكم زفاره وريحه وبيبقى جاي لنا ضيوف مثلا طبوا علينا، بنبقى مش عارفين نعمل ايه في الريحة. لا، ده انا خلصت كل حاجة على السطح وخلصنا الدنيا كلها والزفارة كلها، وكنا في الاخر وكأن شيء لم يكن. يلا ايه رأيكم يا جماعة في المنظر؟ انا سبتكم تستمتعوا بالاصوات وتتخيلوا كده المنظر معايا، صوت الطشة وصوت الشطة وهي بتتقلي. منظر ولا اروع ولا احلى من كده. كلنا نقدر نعمل كل حاجة بسهولة، واحنا اتفقنا ان احنا هنعمل كل حاجة مع بعض واحدة واحدة. بص السمك هنا معايا عامل ازاي، وهيطلع محمر وجميل ومستوي من جوه. انا لاحظت ان السمك وانا عاملاه على الكانون متحمر ومستوي من جوه جامد وتحفه. وانا ما بعمله على البوتاجاز بيبقى ساعات بيبقى احس انه طري من جوه، بحس انه ني من جوه. هو كده عامه السمك ما بيحتاجش سوا كتير، بس انا فعلا حسيت انه بيبقى ان هو انا المره دي ما عملته على الكانون كان متحمر جميل زي الفراخ الكريسبي. ومقاديره ما كانتش صعبه، هياها. انا جبت السمك ورحت اشتريت السمك وحظي ان هو انا بحب السمك التونه قوي، وحظي في اليوم دون السمك كان نازل لان الفراخ برضو نزلت في سعرها. فانا قلت خلاص انا هعمل سمك، انا كان نفسي فيه اصلا وانا من عشاق السمك بكل انواعه. جبت 2 كيلو وربع سمك ونضفته حلو قوي عشان السمك يطلع معاكي حلو في التنظيف وفي الطعم. شبعيه ليمون، شبعي السمك ليمون على قد ما تقدري. ونقعته ونضفته وتبلته وزي ما كلنا بنعمله، وحطيته وسبته لما شرب تتبيلته حوالي 3 ساعات في التلاجة، وبعدين خرجته وعملته. Elias, Zoe, how are you? سبتكوا تستمتعوا بمنظر السمك وصوت الطشة زي ما انا كنت فيه. الدقيق على شوية ردة بيخلوا منظر السمك والخرفشة والنشفان دول برضو من التكات اللي بنتعلمها مع بعض، من سر من أسرار السمك يطلع معاكي ناشف وحلو وطعمه تحفة. وانا مرة من المرات هجيب لكم السمك البلطي، انا بعمله بالردة، يعني بشويه كده بوريلكوا برضو هنعمله على الكانون، وهوريهولكوا بيتعمل ازاي والتتبيله وكل حاجه. وهو اسهل كمان من السمك التونه ومش بياخد وقت عن زي السمك التونه. بس انا بحب السمك التونه جدا جدا جدا، ومن عشاق كل انواع السمك. في ناس زي كتير، في ناس كتير بتحب السمك، في ناس ما بتحبوش. واحنا مش هنعمل سمك بس، احنا هنعمل حاجات كتير مع بعض. والكانون هون واحنا مع بعض، وكل اكله انتوا هتطلبوها هنعملها مع بعض.
واحنا مع بعض على طول، بكل دقيقة بدقيقة وحركة بحركة. هنا بقى انا قلت اجيب طماطمتين وقرن شطة وخيارتين، وظبطت شوية سلطة كده. برضو بيبقى لازم سلطة جنب السمك، سواء كان بعيش او برز، لازم. وظبطتها بالليمون وعملتها. وجهزت العيش بتاعي علشان اقمره، وظبطت كل حاجة. بصوا معايا السمك. يومي كان جميل، والاكل على السطح بيبقى حكايه. وانا اصلا بدات بعد عصر، وكانت الشمس بتغيب، واليوم كان تحفه تحفه تحفه، ونفسي ان هو يتعاد تاني. بس ان شاء الله نعمله تاني باكله تانية واحنا مع بعض على طول. بص انا قمرت العيش الدور عامل ازاي، وكمان العيش القمح وهو على الولعه بيبقى له طعم تاني، طعم حكايه. وادي المنظر النهائي. استاهل منكم لايك وشير وسبسكرايب، تعملوه برضو وتبعتولي وتقولولي، وانا هستنى. قلت الاكله دي بقى محتاجه شويه شاي على الولعه، وفعلا عملت شويه شاي على الولعه مع غروب الشمس، وكانه حكايه حكايه حكايه. الشاي هنا سبته يغلي براحته واحنا قاعدين بناكل جنبه. ولقمت الكوبايه بتاعتي وجهزتها وغسلتها، وقعدنا وشربنا الشاي، وكان من احلى ايام حياتي بصراحه. كلنا بنشرب الشاي عادي، بس طعمه على الولعة بيبقى الشاي طعمه حكاية. بيبقى الشاي أحمر كده وطعمه يشهي. اللي ما بيحبش الشاي وبيشوف المنظر مع الغروب والبعد الأكلة الدسمة اللي احنا أكلناها دي، بتبقى طعم الشاي حكاية يا جماعة. وبصوا أجمد فيديو اتعمل على الفيديو بسرعة كده. دي كانت نهاية يومنا. ما تنسوش سبسكرايب ونفعل الجرس ولايك وشير كتير.